بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، صديقاتي العزيزات، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني اليوم أن أحكي لكم قصة جديدة عن موقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث كان يوم وفاة الرسول أعظم يوم اهتزت له القلوب، وخصوصا قلوب الصحابة، وكادت المدينة أن تنهار من الحزن. وعندما بلغ الخبر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستطع تصديقه، فوقف في المسجد وقال: والله ما مات رسول الله، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. فكان الصحابة في صدمة كبيرة، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو الذي كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوفاهم له. دخل إلى حجرة عائشة حيث كان جسد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجى، فاقترب منه، كشف عن وجهه الطاهر وقبله باكيا وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تموت بعدها أبدا. ثم خرج إلى الناس وكانوا في حالة من الذهول، وقال كلمته المعهودة، كلمته المشهورة التي أعادت للأمة وزنها. وقف وسط الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله لا يموت. وتلا عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سورة آل عمران الآية 144. بعد هذه اللحظة العظيمة لم يتوقف وفاء أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه للوفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، بل ظل يحفظ عهده ويسير على نهجه حتى في أشد وأصعب الأوقات. وسيقع بعض القبائل من علمت بالوفاة الرسول، ارتدت بعض القبائل، ارتدت عن الإسلام ورفضت دفع الزكاة. وقف الصحابة حائرين، لكن أبو بكر الصديق قال قولته الشهيرة، قال: والله لو منعوني عقالا، أي حبلا صغيرا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: إذا منعوا يعطيو ولو واحد الحب صغير كانوا كيعطيوها للرسول، مبقاوش يعطيوها دابا، نقاتلهم عليهم. ورغم أن بعض الصحابة كانوا يريدون التريث، ولكنه أصر أبو بكر على حفظ أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم والوفاء لعهده، فقاد جيش المسلمين وأعاد للأمة وحدتها وقوتها. هذه القصة أصدقائي الأعزاء، صديقاتي العزيزات، تعلمنا أن الوفاء ليس مشاعر فقط،
بل هو أفعال، بل يجب تلك المشاعر أن تترجم إلى أفعال تثبت صدق المحبة والإخلاص. وكانت هذه قصتنا اليوم، أتمنى أن تكون قد راقتكم، وإلى قصة لموقف جديد غدا إن شاء الله. وأستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.